ازاي تبسط نفسك في السوق باقل مجهود. يلا بينا. دسوق مدينة مصرية تبع محافظة كفر الشيخ وبيسموها عروس النيل، وفيها مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي ومشهورة جدا بالفسيخ. فأنا النهاردة هاخدكم في جولة ليوم بسيط في مدينة دسوق. تعرف ايه عن دسوق؟ دسوق هي عروس النيل. أول حاجة عملناها أول ما وصلنا الموقف ركبنا السيرفيس بتاعهم ب2 جنيه ونص عشان نروح عند مزلقان فوة عشان نفطر عند عم إبراهيم سندوتش الغلبان. وعايز أقول لكم إننا كنا الساعة 2 الظهر وما شاء الله كان زحمة جدا. وعم إبراهيم صاحب الجملة الشهيرة بتاعته ما خطرش على بالك يوم تفطر عندي سندوتش الغلبان. يا معاذ جبت لك الفطار كله اللي في المحل، اتفضل يا باشا. خدنا الفطار ورحنا نفطر في حديقة الأسرة والطفولة، دخول الفرد 3 جنيه، والحديقة كان فيها قعدات حلوة قوي وكمان مطلة على النيل. فرشنا بقى الفطار بتاعنا، والصراحة عم إبراهيم كان مروق علينا على الآخر. وكان معايا في الطلعة دي صديقي الأكيل معاذ وصديقي اللي أكلته على قده أحمد، هو بيقطع السندوتشات إربع كده. والصراحة الفطار كان جميل، وأكتر حاجة عجبتنا الفول بتاعه. ايه رايك في الفطار يا معاذ؟ بعد كده معاذ كيف اللب راح جاب لنا لب من طقطق اشهر واحد بتاع لب هناك، وتقريبا كانوا لوحده. واحمد بقى قرر يجيب شوز السكيت بتاعته عشان يعرفنا انه لعيب وبالمره يعلمنا. مقاسك. يابا سكيت ده لعبتي، على اللي من اول ما البسه وقع. وطبعا المهمه فشلت على الاخر، الشوز ما دخلتش في معاذ اصلا، والبتاع دي محتاجه خفيه ولياقه وليونه، وانا ومعاذ في الضياع. وقضينا وقت جميل في الحديقه واتبسطنا جدا. بعد كده رحنا صلينا العصر في مسجد سيدي ابراهيم الدسوقي، واحد من اقدم واكبر المساجد في مصر. وبعد الصلاه رحنا نرطب عصير قصب من عند 50 فاكهه اللي في الميدان. وهنا كنا بنلعب على اللي ياخد عصير قصب بالمانجا. جبنا بقى عصير قصب بالصوبيا وعصير قصب بالبرتقال وعصير قصب بالمانجا، وكان احلاهم اللي بالصوبيا وكان سعره 12 جنيه. وتسوق بلد جميله فيها ازازه الميه ب5 مش ب15. وبعد كده رحنا اجرنا مركب في النيل واتفقنا مع الراجل هيقعدنا براحتنا الوقت اللي احنا عايزينه وهياخد 100 جنيه. ومعاذ كان ظابط التوازن بتاع المركب بطريقه رهيبه، ما كانتش بتروح ولا يمين ولا شمال. وعايز اقول لكم ان الناحيه التانيه دي جزيره الرحمنيه تبع محافظه البحيره مش كفر الشيخ. والمبنى البعيد ده مصنع حلوان الصعيدي الاشهر في تسوق. والكوبري الحديد ده اللي بيعدي عليه القطر واللي بناه نفس المهندس اللي بنى برج ايفل. ودي كانت احلى حاجه في اليوم، انك تكون قاعد وسط النيل وقريب من الميه، وكمان في الغروب حاجه اخر عظمه. وبعد فرهدة يوم طويل رحنا عند كريب تاون، اشهر واحد بيعمل كريب في تسوق. جبنا كريب كوردون بلو ب55 جنيه، وكريب زنجر ب65، وكريب ميكس فراخ ب65. الكريب كان حلو بس الحشو كان محتاج يزيد شويه، واكتر واحد عجبنا الميكس فراخ. وبعد الكريب رحنا لوتس مول، وبتحديد الدور الثاني كافيه سيفانا. وبعد ما قعدنا اكتشفنا انه عائلات بس، وحكينا لهم ظروفنا فقالوا لنا ماشي. والكافيه كان جميل وقعدته حلوه وكمان مطل على النيل. جبنا ايس لاتيه ب40 جنيه، وميلك شيك ب45 جنيه، ومولتن كيك ب50 جنيه. والصراحه كل حاجه كانت جميله واتبسطنا جدا. وما ينفعش نبقى في تسوق وما نجيبش رنجه وفسيخ. هتاكلوا احلى رنجه واحلى فسيخ من فسخان الامام. وفي تسوق عامه الميدان كله هناك ريحته فسيخ. كيلو الفسيخ ب250 والرنجه ب100، وخدناه واحنا مروحين. وبكده نكون قضينا يوم جميل في تسوق. وشكرا لكم لو انتوا لسه بتتفرجوا على الفيديو لحد دلوقتي.